وبركاته. أنا جد سعيدة اليوم ومسرورة بهذا العيد الوطني وفي هذه المدينة التاريخية الممتدة بعمق تاريخها، والذي نفتخر بكم من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأدام عزه. أسقاس مباركين. نشكر اليوم مؤسسة درعة فيلالت للعيش المشترك على تنظيم هذا الحفل المميز، والذي كان بالعيد الوطني للسنة الأمازيغية المغربية، وهذا كله لمجهودات صاحب الجلالة محمد السادس أدام الله عزه في خطابه المولوي 30 يوليوز 2001، وكذلك خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001 بإحداثه للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمصادقة كذلك على أبجديات تيفينا كحرف لكتابة وقراءة الأمازيغية. خطاب كذلك 9 مارس 2011 الذي يستند على 7 مرتكزات أساسية، أولها تكريس الدستور للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة. وهنا نقول لكم ونقول لأنفسنا ولأولادنا ولمستقبلنا بعمق وعبقرية تاريخ مملكتنا الشريفة، سواء في جنوبها أو في شمالها أو في شرقها أو في غربها. لذلك نفتخر بقيادة جلالتنا الرشيدة وكذلك بدبلوماسيتنا الخارجية المغربية، وهذا كله جعلنا نتنوع ثقافيا ونمتزج فيما بيننا ونفتخر بأصولنا، سواء كانوا أمازيغ، سواء كانوا في الشمال، سواء كانوا في الوسط، سواء كانوا في الجنوب، ونحن لدينا امتداد نفتخر به أمام الأمم وأمام أي مملكة تسمو لمملكتنا الشريفة. وهنا جانب من المزيج الحساني الأمازيغي، يعني النقاش ليس بقانوني محض، يعني قد ما هو يعني اللي نتكلم بالحسانية شوي، نتمنى أنكم تفهموني. الحسانية والأمازيغية الاثنين مرتكزين أساسيين في بناء مجتمع متماسك. عندما بحثت في هذا الموضوع وأنا جد أفتخر به، صراحة لقيت ياسر من المصطلحات الحسانية لها امتدادات أمازيغية محض، يعني نسبة 70% إلى ما خفت يعني بشكل تدقيق. هنا سوف أعرج على تعريفي بالثقافة الحسانية المغربية، واسمحوا لي أن أتحدث بالحسانية، لكن أنا أحب الأمازيغية وأستمع وأفهم ولكن نتمنى إن شاء الله عني نعود الرد بها. تتميز الثقافة الحسانية بتنوعها في جمع الثقافات العربية والأمازيغية والصنهاجية، كما تتميز بالعديد من المكونات بالمنطقة الممتدة من واد نون في الجنوب المغربي إلى نهر السنغال جنوب موريتانيا. وهذا التميز اللغوي والفني الذي يتجلى في الرقص والغناء والشعر والفولكلور، ناتج عن التعايش والتمازج الذي كان بالمناطق الصحراوية في مرحلة معينة. كما يتميز المجتمع الصحراوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بمجموعة من العادات والتقاليد والاحتفالات الخاصة، منها ما يرتبط بجوانب الحياة المتباينة من ولادات وعقيقة وسنة واختان الذكور والأطفال التي يسمونها الصحراويين بالطهارة، وخطبة وزواج وطلاق وموت ودفن. ومنها ما يرتبط بالمواسم والشهور الدينية، خاصة بمناسبة عيد الفطر والأضحى ومولد النبوي وشهر شعبان ورمضان، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المتعلقة بالطبخ
والمشروبات والأكل والملبس الصحراوي التقليدي، ومنه الملحفة التي تلبسها نساء الصحراء والضراعة كلباس خاص بالرجال. المجتمع الصحراوي المغربي يتميز أيضا بطقوس الكرم والضيافة والترفيه ومكونات وترتيب المسكن الخاص أي الخيمة أو البيت العصري، ومبادئ التربية وآدبيات التضامن مع الغير والعلاقة مع الماشية ومختلف الحيوانات وخاصة الجمل الذي يظل وفيا لرجال الصحراء. هذا كله أيضا انطلاقا من تمازجه في الثقافة الأمازيغية التي هي رافد مهم من روافد الثقافة المغربية، فقد تلاقحت هذه الثقافة مع كل الثقافات المغربية إلى درجة الانصهار، فإن الثقافة العربية والأمازيغية يرى أنها تميز دائم بين الأخوة والتضامن والانسجام في المغرب ككل، سواء أمام القوانين وجلهم مسلمون، سواء منهم الناطقون بالأمازيغية أو الناطقون بالعربية، ويشكل هذا الانسجام الحاصل بين الثقافات كمزيج تراثي عريق لمملكتنا الشريفة. وهنا مزيج بين اللغة الحسانية واللغة الأمازيغية. جربت بعض المصطلحات المشتركة في المفردات الأمازيغية التي هي في الأصل أمازيغية ونتداولها نحن في المجتمع الحساني في ظواهر الفونولوجية والتركيبية. بعض الكلمات وهي كيف مثلا نقولوا احنا أرجاج بمنطقها الحساني هو الرجل، وإحنا نقولوا بالحسانية أرجاج. وكذلك في تارزيف منين نعودوا جايسين مدلين يعني مدة مجموعة من الناس اللي نرزفوها نقولوا لا بد من نقيسوها باش نرزفوها تارزيفت. لقينا عن مصطلحات 70% منها أمازيغية الأصل وتداول على مجتمعنا الحساني كأنها عربية، وهذا مفخرة جدا لنا لأن امتداد الأمازيغ منذ العصور القديمة ولا زالت الأمازيغية متجذرة لدينا سواء شمالا أو جنوبا. كذلك حمار هو الرحبة، احنا بالنسبة لنا كحسانيين نقولوا الرحبة، رحبة الخيمة أو رحبة المنزلة أحمار. كذلك المصرية أو مصرية هي صالون كبير أو صالة كبيرة يجتمع فيها الضيوف، بالأمازيغية تمصريت. كذلك نقولوا احنا ثقافة نقول لك وني أنا نقول لك وني بيك أنك شيء ثمين عندي. لقيتها في أو مثلا في ثقافة كخيمة نقولوا ونوا الخيمة، يعني الخيمة تعود منصوبة وتجي السحاب اللي هي الشتاء